ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كويسين. فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الفينو او العيش الكايزر زي ما بنشتريه من اكبر المخابز. عندنا المقادير بتاعتنا: نص كيلو من الدقيق، يكون دقيق جميع الاغراض او دقيق مخبوزات، عليه معلقه كبيره من الخميره الفوريه، 2 معلقه كبيره من السكر، نص معلقه صغيره من الملح، و2 معلقه كبيره من اللبن البودره، وده اختياري. هنقلب كده كل المكونات الجافة مع بعض، وبعد كده هننزل بكوب وربع من المية الدافية. ممكن ننزل بكوب بس على حسب نوع الدقيق، وممكن ننزل بالكوب وربع على حسب ما العجينة تحتاج معانا. بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من الزبدة، ونعجن لمدة 10 دقايق لحد ما تكون معانا العجينة مطاطية وبتلزق معانا تلزيق بسيط. بعد كده همسحها بمسحة بسيطة من الزيت، وبعد كده هغطيها واسيبها تختمر نص ساعة. بعد كده هبدأ افضي منها كده الهوا بعد ما اختمرت معايا، وبعد كده هبدأ اللي انا اقطعها كده واقسمها لقطع كده زي ما انتوا شايفين مربع، علشان ابدأ اخد كل كورة كده. طبعا انا موزنت زي ما انتوا شايفين، ده كده حجم الكورة. هبدأ بعد كده اخد اول كورة وابدأ اللي انا الفها كويس جدا والقفلة تكون لتحت، وبعد كده هحطها على اي صينية وابدأ اللي انا اغطيها بكيس كده. بعد كده هخلص كل الكمية، وبعد كده هبدأ اخد اول كورة انا اشتغلت بيها. هاخد اول كورة، طبعا انا مش هسيبها ترتاح، انا غطيتها علشان الوش ما ينشفش معايا. بعد كده هاخد اول كورة وهبدأ اللي انا رش دقيق بسيطة، واخد اول كورة افردها كده بايديا، وهبدأ افردها بمردانة او بنشابة زي ما انتوا شايفين، فردة كده وفردة كده، فردة بالطول وفردة بالعرض. بعد كده هبدأ اللي انا ارولها كويس جدا، واهم حاجة ما ادخلش اي هوا للفينو بتاعي. بعد كده هبدأ اقفله كويس جدا من تحت، وابدأ اللي انا ارول كده بايديا من النص للطرف، وابدأ اللي انا احطه في الصينية ويكون القفلة تحت. بعد كده هبدأ اخد قطعة تانية من العجين، وابدأ اللي انا افردها بالمردانة كده، مرة بالطول ومرة بالعرض، وابدأ اللي انا ارولها واقفلها كويس جدا، وارولها كده بايدي من النص للطرف. بين كل رغيف والتاني بسيب كده مسافة علشان لما بيجي يختمر بيتضاعف حجمه. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة كده زي ما انتوا شايفين. طريقة التشكيل سهلة وبسيطة خالص. بعد كده هبدأ اللي انا اغطيه واسيبه حوالي نص ساعة يختمر. بعد كده هبدأ اللي انا اعمل الفينو المدور. هبدأ اخد الكورة كده، وابدأ اللي انا افضي الهوا منها، وابدأ اللي انا احط على الوش سمسم، وابدأ اللي انا ابططها كده حاجة بسيطة خالص. بعد كده هبدأ اللي انا احطها في الصينية، وبعد كده هخلص كل الكمية وهسيبها برضو تختمر نص ساعة. هغطيها واسيبها تختمر حوالي نص ساعة. بعد ما اختمر بعد نص ساعة هبدأ اجيب مية، وابدأ اللي انا ارش كده وش الكايزر. لو عندك لبن ممكن اللي انتي ترشيه كده باللبن، بس انا عملت حاجة بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل بيت. بعد كده هدخله الفرن شغال قبلها بربع ساعة على حرارة 200 ل 250. بدخل الصينية في الرف اللي في النص. اول لما بياخد لون دهبي من تحت بفتح عليه الشواية على الهادي، وبفضل الف في الصينية علشان يديني اللون الذهبي الموحد ده. اول لما بيخرج من الفرن، طبعا فوطة بتكون مندية انا غسلها وعصرها كويس جدا ومصفياها من المية، غطيت بيها الفينو 10 دقايق بس. شايفين ما شاء الله شكل الفينو من جوه؟ شايفين شكل قلبه وشكل اللمعة بتاعته؟ ما شاء الله احلى من الجاهز. هتحشيه بقى اي نوع جبن عندك بتفضليها، جبنة بيضة، جبنة رومي، لانشون، نوتيلا، زي ما اطفالك بيحبوا. انت هتحشي الفينو بتاعك. شايفين ما شاء الله شكل قلبه من جوه وانا بفتحه؟ ما شاء الله مش معجن معايا ولا مكتوم، عامل زي القطن. هبدأ اللي انا اقطع معاكم رغيف علشان تشوفوا شكله من جوه. ما شاء الله شبه القطن من جوه. ما شاء الله طعمه احلى من الجاهز كمان، وبمية ودقيق بس هتعمليه. شايفين ما شاء الله بضغط عليه بقوة ايدي، ما شاء الله بيرجع تاني.
ده دليل على نجاح العجينة ما شاء الله، واحلى من الجاهز كمان. هستناكم